الصفقات راحت الاهلي والزمالك ولا لسه يا ريس؟ والله يا كابتن سيف خليني اقول لحضرتك انفراد. يمكن انا لسه مخلص اجتماع مجلس اداره ولسه النهارده خالد قمر في الاهلي تم الموافقه على فتح باب التفاوض. ياه. يعني عشان اكون صريح مع حضرتك تم الموافقه من مجلس الاداره على التفاوض على بيع من لهم عروض بعد التفاوض مع الانديه، وان شاء الله يكون التفاوض بعد المباراه القادمه باذن الله. بس الاعلام يا فندم بقاله فتره خالد قمر الاهلي، يوسف معروف الزمالك. طيب انا جالي فاكس امبارح من نادي انبي لخالد قمر، وكيل اللاعب النهارده كلم على خالد قمر وكيل اللاعب، فاذا وكيل اللاعب اللي هو ادرى اللاعب مضى ولا ما مضاش. اعتقد ان انا كنت صادق في اول كلامي مع حضرتك المداخله اللي فاتت، وكنت صادق في كل كلمه بقولها وقلتها للاعلام. احنا النهارده لسه كان اجتماع مجلس اداره ولسه واخدين موافقه النهارده بان احنا نبدا التفاوض في بيع اللعيبه عشان الظروف الاولى اللي بنمر بيها. ثانيا تدعيم الفريق والاعتماد على بناحيه احترافيه على دخل بيع اللاعبين، ان احنا نقدر نعمل حاجه يعني ان شاء الله مع فريق اتحاد الشرطه. عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم.